اعطونا دور بك سي محمد شنو المشاكل؟ ايش عندكم انتم؟ المشاكل كلها في البنية التحتية. هاي مشاكل البنية التحتية في المؤسسة ناقصة ياسر. المواطنين تشكوا الإطارات تتشكل كل شيء. واضح. الدواء سيدي. هاي الدواء أهم معضلة بالنسبة للبوزيان هو الدواء. مواطن يجي يعدي يدفعك ل 2000 ولا 3000 ولا 5500. كل شيء. لا ما هو سي محمد حكى على البنية التحتية، نحكي على الدواء. ما ثمش واحد ياخذ دواء كامل. نادرا اللهم نهار الاثنين، ولت حتى العيادات نهار الاثنين تتجمع الناس الكل لانه فيها مخاخه انه نهار الاثنين يهبطوا دواء. سمعت من بكري جماعه السبيطار يحكوا قال لك عندهم 110,000 دينار دواء. هذا برك كميزانيه فيها 30 ولا 40,000 دينار انسولين جماعه السكر. ايش يقعد ومعها سبعه مستوصفات. تصور انت هل 60,000 دينار ولا 70,000 دينار على عام كامل، معناها 26,000 مواطن في 26,000 مواطن في بوزيان، اقسم عليها 70 مليون ولا 80 مليون، يجي الكوتا نتاعو 3000 فرنك ولا 3 دينارات وهو معدي ب 3000. واضح. واضح. تسوية وضعية العمل مثلا من عام 85 انت وضعيتها ما تسويش من عام 85. سي جماعة. نعم سي. يعني السبيطار في حاجيات ناقصيه كالتوليد كالنوم كل التحليل. يعني فهمت يا سيدي مثلا مش المخبر الكامل اعطيته امشي حلي في سوسه ولا في صفاقس ولا في سوق ولا وين ولا في بوزيد ولا ما ثماش ثم حاجات هذه اهم حاجه يعني التوليد والنوم والمخبر ثنا اكيد. قسم توليد قسم داخلي. عندنا نقص في الاطارات الطبيه وشبه الطبيه. عندنا 4 اطباء فقط. ساعات واحد ياخذ راحه يبقوا زوز طباء برك يخدم العيادات الخارجيه في المستوصفات البرة ويخدم لهنا. ساعات نبقوا طبيب واحد يخدم في المستوصف الكل، فيه الاستعجالي فيه العيادات الخارجيه فيه طب الاطفال. في الفنيين سامين عندنا فني سامي واحد في المخبر وواحد برك في الاشعه. هي فني سامي كي يخرج كونجي كيف يخرج كونجي يسكر بالشهر معناها المواطن يلزم يستنى وزاد يبقى يستنى يمشي بال60 ب70 كيلومتر باش يمشي يعمل تحليله نتاع سكر في سيدي بوزيد ولا في القصرين. يقعد يمشي من بلاصه لبلاصه. يعملوا ترانسفير بالنسبه نقص في التجهيزات ما عندناش تجهيزات باش نحلوا. القسم نتاع توليد انسان هزوا فيهم تلقاها تمشي من القفصه تمشي لسيدي بوزيد تمشي للبايس الكل وهم هذه ما نقبلكش انت ماكش تابعتني انت ماكش كذا. سي حسين شنو مشاكل؟ مشاكلي معناها بالنسبه لي انا معناها النشاط الصيدليه نجم نكلمك عليه. الميزانيه المرصوده اكثر الناس تشكل من الصيدليه الساعه. اي بالطبيعه عندهم الحق لانه الدواء ديما ناقص. والميزانيه المرصوده للصيدليه معناها ما تكفيش حاجيات المنطقه بحيث انه عندنا 114 مليون بالنسبه ل 2010 وعندنا متخلد بالذمه معناها ديون معناها 110 مليون نحملها 56 مليون معناها متخلده ب 2009 تبقى اكثر مشترى الميزانيه متخلده بالديون. ديما نحن نعانوا في الديون وديما ثم نقص في ديباسمون معناها. وعندنا حوالي 1200 مريض مزمن معناها يبقى من الميزانيه نتاع ما تكفيش الامراض المزمنه ما تكفيش ناخذوا ب 30 مليون انسولين برك. انتم ما يقارب قديش المريض في العام معناها ممكن 39,996 معناها وصفه طبيه تخرج من مستشفى ما يقارب ل 40,000 معناها وصفه طبيه في العام. قربت ل 40,000 وصفه طبيه نجم نعطيها لك بالتدقيق معناها. عندنا الوافدين على الطب العام في منزل بوزيان 18,419. طب الاسنان 3015. طب الاطفال 2047. طب الاستعجالي 9,365 حاله في 2010. طب النساء ما قبل وما بعد الولاده معناها الاسم فقط معناها. احنا قسم ولاده ما عندناش قسم ولاده. اما الناس اللي تجي المراه الحامل تجي تعمل كونسلتاسيون والا المراه اللي تولد تجي من بعد تعمل عيادة ال40 معناها 6,121 مريضه جت القسم
القسم الولاده هو معناها كان الاسم برك. ربما عند 6000 حاله عند زوز قوابل برك. اي وتخرج عدد الوافدين معناها المراكز الصحه الاساسيه عندنا 7. القلال 2314 مريض في العام. الخرشف 1148 مريض في العام. الخروبه 855. العمران 751. المعاذر 779. اولاد زويد 1076. هذه كلها معناها الميزانيه نتاع منزل بوزيان. الاعتزاز 199 مريض بحكم انه حل في جوان 2010. انطلاق اول عياده بمركز الصحه الاساسيه بالاعتزاز يوم 28/10/2009. باهي الطب العام اللي قداش عندكم من طبيب انتم؟ عندنا 4 هم في يوم ما كانوا 7. وصلنا 7. وصلنا 7. المؤشرات الكل معناها تزيد الا مؤشر بوزيان قاعد ينقص. من 7 اطباء وصلنا 4 برك. واعوان الصحه كانوا 6 قوابل ولوا توتي زوز برك. واعوان الصحه؟ اعوان الصحه دي مثلا اعوان الصحه عندنا 48. كنا زوز فنيين بالله خاصة في واحد برك. خاصة في الأمراض المزمنة فما ناس معناها يلزمها معناها دواء معناها ما يقارب قديش يجيكم في العام معناها خاصة في اللي هم في مزبوزية أكثر من نصف ميزانية الأدوية اللي هم يستحقوا دواء معناها عندنا 114 مليون في العام. نحن منها 56 متخلد بالذمة في 2009. وعندنا استهلاك الأدوية من طرف الأمراض المزمنة 77 مليون و626 دينار و631 مليم. معناها النسبة المئوية 67.30% من ميزانية الدواء ماشي الأمراض المزمنة. فهمت؟ واضح جدا. والله أنا شخصيا تفاجأت بالأرقام. كل شيء بالأرقام معناش المواطن يجي والله العظيم كنت تفاجأت بالأرقام. احنا تقسم على الميزانيه على عدد الوصفات. الوصفه تلقاها التكلفه نتاعها معناها ما يقعد لهاش حتى دينار. الطلبات معناها طلبات توفير معناها دعم من الميزانيه. وثاني حاجه حذف ما تخلد بذمه المستشفى من ديون طرح الديون. نعطيك معناها تو اذا كان مثلا 96 مليون نحملنا 77 مليون للامراض المزمنه. طلبات هي احداث قسم داخلي وقسم توليد. هذا طلب ملح جدا. انتداب اطارات طبيه وشبه طبيه من اطباء وقوابل وفنيون سميون في المخابر والاشعه. احنا الاشعه والمخبر يكنج واحد تبقى معناها مسكر. الناس تمشي وهذا لاحظناه معناها الناس الكل. بناء قسم استعجالي جديد هذا ما يكفيش حتى باش فيه ثلاثه فروشات. 3 فروشات وما تلقاش 3 فروشات. تدعيم المؤسسة الصحية بسيارة لكل المسالك بحكم أن في منطقة جبلية ومنطقة ريفية معناها ساعات باش تنجم تخرج لأولاد زويد ولا كذا تلقى مشكل. توفير قاعة اجتماعات هذيك وحس تكوين معناها الأعوان. الأعوان قد معناها من اللي يتخرج ينسى أنه مبركة معناها يوجد. صحيح. الترفيه في ميزانية المستشفى واضح. انتداب ممرضين وعملة وسواق خاصة السواق عندنا نقص وعندنا العملة زاد ناقصين. صيانه وتجهيز مركز الصحه الاساسيه بالخرشف لانه تحرق نهائيا معناها من 20 يوم ما ثماش معناها لا صيانه لا تجهيز. ثم مشاريع اعلنوا عليها ماذا بينا يسرعوا بالاستكمال الدراسه وتنفيذ المشاريع المبرمجه. اللي حدثنا عن المشاريع اللي اعلنوا عليها قبل. وحده مخبر ووحده الاشعه ووحده اشعه ومركز صحه اساسيه في هديش. هذوما اعلنوا عليهم في معناها في جلسات عنا حتى هذاي في جلسه يوم 23 ديسمبر 2010 اعلنوا على برنامج صحه مركز صحه اساسيه في هديش. وعندنا في جلسة الوزير الصحة السابق أعلن على وحدة المخبر ووحدة الأشعة بمنزل بوزيان. واضح. المواطنين هاي ترى احكي. نحن انسان تولد في الشوارع. اي دواء ما ثمش. اي تمشي تحل هذه مثلا نحطها في المكناس نمشي ونطيحنا عزوز. يعني ما عندنا حتى شيء. والحج مرمدونا. كل حاجه مرمدوا فينا فيه احنا في بوزيان كل حاجه ما حتى حاجه ما. انت جيت برشا مرات لهنا. لا رسمي. وين جيت تمرمد وتروح؟ ما ثمش راهو سبيطار لا فيه دواء لا فيه حتى شيء. ما فيه حتى شيء. انت باش مريض؟ عندي السكر وعندي الشحم في الدم وعندي الدم الخشي. يعني ما فيه حتى. وعندك دواء يلزمك معناها تاخذ. يلزمني ناخذ ساعات نلقى ساعات ما نلقاش ما عندهمش.
من بعد تمشي تشتري هذاك. تلقى امبليانس تهزك انت مثلا لا قدر الله تكسرتي لا قدر الله انسان تولد تمرمد في الشوارع في كيس راك واحد ما ثمش لا كهرباء تهز حاجه يمشوا للسراد يمرمدوهم ما يقبلوهمش يحكي هذاك هو احكي كيما تحب. انت جيت تداوي؟ نداوي هاني مريض. شنو عندك؟ شنو عندي ان شاء الله لاباس. الموجودين مساكين هازين لكاك بالذريعه راهم ما عندهم حتى شيء لا دواء لا حتى عاملين تكوين معناها مساعد صحي. معناها هما كي يقولوا مساعد صحي ما عندهمش حق انهم هما معناها ماهيش الوزاره معترفه بهم. كي هي ماهيش معترفه بينا علاش يقراو فينا؟ علاش يخسروا في كل واحد يكسب 120 دينار قرايه و120 دينار ستاج؟ مال علاش الوزاره سمحت للمدارس هذه انها هي باش تنحل 60 سواء انت مدرسه معناها خاصه يقبلوا في الالاف معناها من التلامذه. علاش؟ يقولوا هم ماهمش معترفين بينا خلينا نمشي نلوجوا على حاجه اخرى، خلينا نمشي نخدموا على حاجه اخرى. هذه حاجه هذه حاجه. ثاني حاجه تصور انت هذايا منزل بوزية هو معناها سبيطار. السبيطار حسب بالك شكون يلم جماعه منزل بوزيان، يلم جماعه كرمان، يلم جماعه الخشف، جماعه الاعتزاز. معناها هذوما مثلا الاعتزاز فيها مستوصف ولا لا؟ قال لا ماهم به وين قال له ولاد زويد المعاذر ماهم والمعاذر هذوما توا الاعتزاز والمعاذر ومش نعرف بلايص اخرين تو فيهم مستوصفات ولا لا؟ كي فيهم مستوصفات نورمالمون فيها تجهيزات الكل باش ما يصيرش اكتظاظ في سبيطار واحد. فهمت؟ معناها كل سبيطار اعطيه حقه، اعطيه حقه في التجهيزات، اعطيه حقه في البنيه التحتيه، اعطيه حقه في الميزانيه. ما يصيرش هنا اكتظاظ من بعد المسكين الفاملي يجوا يلوموا عليه انت ماكش قايم بواجبك، انت يا صيدلاني ما تعطينيش في دواء خاطرك تخبي فيه، انت يا فلان خاطرك ماكش قايم بالعمل نتاعك. علاش هذايا الكل؟ اعطونا حقنا يا سيدي، خلونا حتى احنا ناخذوا باي بلاصه معناها مهمشه كخدمه كقرايه كتجهيزات في كل شيء. معناها ناس انا هنا مدفونين. امتى تقول انسان عايش كيكون في تونس في سوسه في المستيق؟ علاش؟ خاطر بلاصه ساحليه، بلاصه معناها فيها برشا سواح، فيها برشا تجهيزات، خاطر فيها فلان وفلان وفلان. حتى باش تخدم تقول يا ولادي خدموني، يقول لك انت شكون؟ ما عندكش فلوس، ما عندكش رشوه، ما عندكش فلان وقريبك فلان. الله يرحمك، انسى انك باش تخدم وانسى انك باش تاخذ حقك. واضح هيك واضح يعطيكم الصحة. في الختام يقول الاخوه قدموا بالطلبات لكن هي فرصه ان احنا نقرر مع طرف فضل الاطار الطبي والشبه الطبي في ثوره شعبنا وثوره شبابنا في منزل بوزيان اللي ما جاء عليه حتى واحد من الاخوه المدخلين في ايام الجمر وايام النار والمواجهه والصدامات والجرحى والقتلى. كان لاطارنا الطبي والشغل الطبي والعمل والاداريين فضل كبير في تضميد جراحنا وفي لا صحيح الوضع الصحي هذه تحيه كبيره صحيح. وكنت شاهد عيان في لحظه وفاه الشهيد اول شهيد الثوره في تونس في منزل بوزيان الشهيد محمد العماري. وكان الاطار الطبي يعمل كل المحاولات اضافه للمحاولات والمجهود اللي قام به كل فرد من موقعه. تعرضوا للاعتداء، تعرضوا للبخس، اطلاق الرصاص الحي على بعض السيارات، مطالبه السبيطار باعتماد سياره لجهاز الامن بينما الجرحى معناها ملقيين في السبيطار. ولا دل على ذلك من الجريح اخونا المناضل نوفل العباسي يبقى في السبيطار مده ساعتين في انتظار توصل سياره اسعاف. وبالتالي كما قدمنا مطالبنا كما حللنا وشرحنا وضع الصحي في منزل بوزيان لابد ان نتوجه بكلمه شكر وثناء للاطار الطبي وشبه الطبي في ما ساهم به من احداث في ثوره الحريه. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. بارك الله فيك.